مختلط ما بين كأنه يعيش وبين هو تقريبا متأكد. وعملوا لي ترجمة، الدكتور عبد المقصود عمل لي ترجمة للإنجليزية، واتعملت لي ترجمة حلو. يعني مجموعة تراجم كده. ال 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 انت عايزني اعمل اهداء ل ل قصيدة اهداء. انا مش هقول لك حاجة، أنا في قصيدة قديمة قوي وبالعامية مش بالفصحى، وانا اعرف ان العامية هنا ممكن تتسمع يعني. والعامية المصرية محببة للذهنية آه. وللوجدان التونسي. انا عايز اقول حاجه كده على لساني انا كمصري لمصر، وعلى لسان التونسي لتونس. آه، قصيده اسمها البدايه. ساعات وانت جنبي، انا اسف. افتكرتك قبل ما انسى مرتين، افتكرتك دمعتين وابتسامه، ضوء بيجري وشمس بتعلم على صدري علامه، زي ما تكون البدايه هتبتدي، زقي بايديك العجل يجري، زقي بايديك القمر يجري، زقي بايديك الليالي، قلب الوطن هيفوق من الخضة، ظل الشجر على ظلنا هيبات، زي السكات نتلم، وكتفنا عن حضننا تبعد عشان تنضم، طعم العرق يشبه لطعم الهم، لا يبل ريق ولا يشطف الوش البريء من الغم، زي ما تكون البداية الأم، أنا وإنتي ويا الريح كما الإخوات، هنعيش تبات ونموت نبات طالع بيتسلق على الشبابيك والبلكونات، زي ما تكون النهاية. والله حلو. مش تستضيفكم مريم علولو هذه المبدعة التونسية. لا خليك بعيد على المزدح هذاك، حاول هنا اقرا لهم شويه من قصتك. هي شو اسمها؟ هي جبل النفس. نعم. انا نحبك تتوجه بها عمو منير حسني الهور اللي باش يحدثنا بكري على بعد شويه على الورشه اللي اشرف عليها استاذ الاطفال، الانتقال الديمقراطي هكا، الاطفال والاعلام، زمن الانتقال. الاطفال والاعلام لا خلي الميكرو، خلي هذاك شغلنا احنا. تفضل. الاطفال والاعلام الحر، زمن الاستبداد. زمن الاستبداد. تفضل. بقي القلم حائرا بيدي، أبحث في زميلاتي عمن ستكون من ضمن المدعوات، ففأتني أختي مروة وأرادت مساعدتي، فذكرتني قائلة: ألن تدعي صديقتك مليكا؟ إنها تحبك كثيرا، وأذكر أنها أحضرت لك ما فاتك من دروس أيام مرضك، وساعدتك على فهم ما استعصى منها. فأجبتها بدون أثناء تفكير، والضيق يعلو وجهي: وهل تظنينني أنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وأقيم كل هذه الزينة لأدعو صاحبة الشعر المجعد والأنف الأعقف الطويل؟ تخيلي صوري بجوارها، وفمها الكبير ذو الشفتين الغليظتين يصدر ابتسامة عريضة مقرفة. هل هذا رأيك؟ هل تريدينني أن أحظى بصورة تذكارية بشعة بهذا الشكل؟ حلو. جميل جميل وجميل لغتك على فكرة. انت كنت حافظها ولا بتقري كده عادي؟ يعني اي حاجة تاخديها تقريها تقري بهذه السلامة يعني؟ عندك اخطاء قليلة قوي. نعم. انا نحبك تحيي جدتها اللي جات معها. يا اهل طبعا، اهلا وسهلا. لا يعني طبعا الخير والبركة يعني. الخير والبركة. طبعا. استاذ الهور، احكي لنا على الورشة اللي اشرفت عليها. هو صحيح اليوم يعني شرفتني إدارة المعرض بإدارة الورشة العلمية الأولى. احنا لبستك الأردنية يا أستاذ. لبسة فلسطينية. فلسطينية. حلو. دشدشة هذه دي الغطرة. أول جلسة علمية بعنوان الأطفال والإعلام الحر، زمن الاستبداد. وأنا باعتباري طفل كبير استعصى علي فهم مضمون هذا العنوان. يعني ما توافقش الأستاذ عامر يقول لك ذوي الاحتياجات الخاصة؟ لا أتفق أنا معه في هذه النقطة، لكن أنا لم أستطع فهم باعتباري طفل كبير عنوان الورشة. بعد حوار طويل مع القائمين على الورشة استطعت أن أفهمها بطريقة خاصة،
فتقمصت شخصية طفل يخاطب المشاركين في هذه الورشة كما فهمت، وقلت لهم: جاء دوري في الكلام، فاسمعوني أيها الأهل الكرام. أتمنى ألف مرة أن أرى العدل يقام، وأرى كل شعوب الأرض حرة. كيف لا يغضب طفل كيف لا يغضب طفل لا يرى في عالم الأطفال أمنا وسعادة؟ كيف لا يصرخ طفل يتألم وهو لا يملك في العيش إرادة؟ فدعوني أتكلم. واحلموا مثلي بصباح قال للشمس اطلعي واجعل العالم أجمل. ليت لي سرب حمام شاعري اللون زاجل. إن في قلبي رسائل للكبار قلت فيها باسمنا باسم آلاف الصغار، وأنا أصدق قائل. وفروا للطفل في الشرق غذاءه وكساءه، واحذروا أن تجرحوا فيه البراءة. جنبوه أيها السادة آلام الحروب، أسعدوه بحنان فاض من نبض القلوب، وازرعوا حول خطاه الفرح المنثور كالورد على كل الدروب. جاء دوري في الكلام أيها الأهل الكرام، فدعوني أتكلم وامنحوني لحظة من وقتكم فيها سأسأل: كيف نجعل عالم الأطفال أجمل؟ حلو حلو يعني هذه كل تلخص الورشة هذه تقريبا كما فهمتها أنا.